النهارده بقى جايبه لكم الصينيه دي هديه مني. ليه هديه يا رانيا؟ ازاي يعني؟ اقول لكم. الصينيه دي اقتصاديه جدا جدا. هنعمل النهارده صينيه البطاطس بس بشكل تاني تماما، ومكونات مختلفه تماما. بس كل اللي اقدر اوعدك بيه انك انت هتاكلي، يعني بصي، هتدوقي طعم ما دقتيش زيه قبل كده، ومتأكدة مليون في المية إنك هتعتمدي الطريقة دي عندك دايما وعلى طول، وكل اللي هياكلها من إيدك هيطلبها منك مرة واتنين. بس المهم تمشي بنفس الخطوات، وخلي بالك هي سهلة جدا جدا واقتصادية جدا جدا، ومش مكلفة أوي أوي. فاهماني؟ مش هتكلفك والله أي حاجة. برضو دي من ضمن الوصفات الاقتصادية اللي احنا بنعملها. دي هتبقى جميلة جدا تعمليها آخر الشهر. خلاص بقى المصروف قلقل معاكي، يبقى على طول تعملي الأكلة دي أو الصينية اللذيذة قوي دي. يلا مع بعض نشوف عملنا ايه. أول حاجة هنعملها مع بعض العصاج. معايا ربع كيلو من اللحمة، ومعلقة من السمنة على معلقة من الزيت، وبنزل باللحمة الأول زي ما انت شايفة معايا كده. هقلبها، طبعا بتفضلي تقلبي فيها لحد ما تفرفريها خالص من بعضيها. احنا مطلعينها من الفريزر. المهم بتقلبي لحد ما بيتغير لون اللحمه. بعد كده بنزل ربع كوبايه من البرغل، اللي انا نقعاه لمده 10 دقايق في ميه سخنه سخنه مش مغليه، لمده بس 10 دقايق، وبعصره كويس اوي من الميه، وبنزل بيه على اللحمه بتاعتي. شوفي بقى دلوقتي الكمية بتاعت اللحمة هتبقى عاملة معاكي ازاي. وبعد كده طبعا بنزل بالبصل المتقطع. انا نزلت هنا بحوالي بصلتين وسط. بصوا الكمية بقت عاملة ازاي معانا، ولسه هتكتر اكتر من كده. بندبل كويس قوي كل المكونات ديت. وبنزل دلوقتي بملح وفلفل، ولو عندك جوز الطيب بتحطي، مفيش جوز الطيب هننزل بيه كبابة صيني بديل لجوز الطيب. ودلوقتي بابريكا، بنزل معايا اهو بابريكا، وبنزل بنص معلقة صغيرة من القرفة. بتودي العصاج بتاعنا في حتة تانية تماما، بتعلي التيست بتاعها جدا جدا جدا. امشي بس بنفس الخطوات وانتي هتدعيلي. ودلوقتي بنزل بمكعب من المرقة، وبشوح بقى المكونات كلها مع بعض. وطبعا بننزل بمعلقة صغيرة من الملح او نص معلقة صغيرة من الملح حسب. بس خلي بالك عشان اللحمة بتحدق بسرعة، فقللي الملح على قد ما تقدري. ودلوقتي بنزل، كان عندي جزر مبشور انا مخزناه، بنزل بحوالي معلقتين كبار. وبنزل زيهم معلقتين كبار من الفلفل الاصفر، فلفل رومي اصفر برضو مخزناه. شايفين؟ في ثانية مجرد بس ما بيشموا النار، بيشموا بس ريحة النار، بيفكوا على طول معاكي. انا مطلعه من الفريزر قدامك كل شيء. ودلوقتي بنزل بيه معلقتين من الصلصه، وبقلب كويس قوي قوي العصاج بتاعي. انا عايزه اقول لك العصاج ده طعمه تحفه، يتاكل كده من غير اي حاجه. بتقلبي كويس جدا. ودلوقتي احنا طبعا ما تنسيش، انا بقول لك اهو بتظبطي الملح بتاعك. بغطيها لمدة حوالي دقيقتين لحد ما تنزل ميتها وايه، واتأكد انها استوت. بجيب بقى البطاطس بتاعتي، بقطعها شرايح، لا تخينة ولا رفيعة، عايزاها تكون رقيقة. بتقطعها رقيقة مش تخينة. وبنزل برشة من الملح، ومعلقتين من الزيت، ومعلقتين من ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. يبقى ملح وفلفل ومعلقتين من الزيت. وبقلب كويس أوي أوي المكونات. وبنزل بالبطاطس بتاعتي كلها في الصينية. أنا معايا حوالي هنا 1.5 كيلو من البطاطس، وأغطيها بالفويل وأدخلها الفرن لحد ما وبعد كده بطلعها معايا زي ما انت شايفه كده. مش لازم تديها اي لون، انا بس بتاكد انها استوت تماما، وبنقص الكميه
كمية البطاطس، باخد كمية بسيطة خالص على جنب، وبعد كده بنزل بالحشو بتاعي على البطاطس، ودلوقتي بنزل بالكمية اللي انا شلتها على جنب، كمية بسيطة مش كتير. انا اهم حاجة عندي القاع من تحت يكون تخين، ما يبقاش رقيق علشان البطاطس ما تتحرقش. ونيجي هنا بقى ننزل بالايه. معايا هنا البشاميل بتاعي نعمله على السريع، 1.5 لتر من اللبن، او ممكن نقول لتر الاول من اللبن، وبعد كده بنزل ب3 معالق من الدقيق، وزيهم من النشا، وبنزل معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وطبعا ما تنسيش تحطي الملح كويس، تظبطي الملح بتاعك، وخلي بالك زي ما احنا متعودين مع بعض ما بنكترش الملح. انا بحب البشاميل يبقى دلع عشان يديكي طعم القشطه. وبنزل دلوقتي بمعلقتين من السمنه زي ما انت شايفه. عادي ممكن ما تحطيش السمنه دلوقتي براحتك، وممكن تحطيها زي ما انا حطيتها كده، وتضربي كل المكونات كلها مع بعض وتنزلي دلوقتي في. هنيجي دلوقتي في طاسه كبيره زي ما انا عامله كده، وبنزل بحوالي نص لتر من الشوربه، وبقلب كويس قوي. هنا كنت انا حطيت مكعب من الزبده، اول ما قربت تبتدي تغلي حطيت مكعب من الزبده، واول ما غليت معايا بقت بالسمك انت شايفه ده، بنزل بيها كلها على صينيه البطاطس بتاعتي من فوق. بالمناسبة أنا كان عندي حوالي شوية بطاطساية كده كانت متحمرة مكعبات، ضفتها ليها، وبعد كده بدخلها الفرن وبخرج ألذ وأجمل صينية بطاطس هتاكليها. أنا بقولك على ضمانتي، جربي بصي الجمال كله، مدى الطعامة ومدى الجمال كله بجد بجد ولا أروع من كده. تقدري برضو تحمري البطاطس، تقدري تحمريها في الزيت قبل ما تحطيها، لكن يعني لو عايزاها تبقى صحية افضل من ما وطبعا الزيت غالي دلوقتي عشان ما نتكلفش زيت. تقدري تعملي زي ما انا عملت كده بالظبط، بتدخلي الكمية كلها وتنقصي جزء علشان الوش، وبقية البطاطس كلها بتحطيها في القاع من تحت. ودوقي ألذ وأجمل صينية بطاطس هتاكليها بجد، خفيفة جدا ولذيذة جدا 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 بطعم ولا أروع من كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسينيش باللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك مني كل جديد. وألف هنا حبيبة رانيا، والسلام عليكم ورحمة الله.